السلام عليكم. أنا النهارده بقى ناوية أدلّعكم، بصراحة أنا عملت النهارده حاجة خطيرة، بجد عملت فخدة ضاني بطريقة تحفة، دايبة جدًا ومن برّه فيها سِنّة قرمشة كده، التتبيلة رهيبة، تعالوا يالّا أقول لكم على طول. والتتبيلة بقى اللي تجنن، جبت نُص معلقة من القرفة وبتبقى حلوة أوي يا جماعة بتضيّع أي ريحة زفارة، ومعلقتين من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة كمان من الكمون، ومعلقة من الزعتر ويُفضّل بقى طبعًا لو فريش، بس أنا ما عنديش يعني. ومعلقة من البابريكا ويُفضّل برضه إنها تكون مدخّنة، وشوية روزماري كده حلوين، يا سلام بقى لو فريش. وكمان بصلة متوسطة هاقطّعها 4/4 و3 4 فصوص توم كده حلوين، وبعد كده هاحط معلقتين ملح يكونوا صغيّرين طبعًا، خلّي بالكم من الملح يا جماعة، ومعلقتين من الخل، وهاضرب بقى التتبيلة العظمة دي كلّها في الخلاط أو في الكبة، المهم إن أنا أضربهم ضرب مُبرح، مش قادرة أقول لكم التتبيلة دي رهيبة قد إيه مع الفخدة. وخلّي بالكم بقى من اللي جاي، أنا هاجيب الفويل كده وأحطه عكس بعض، يعني هاقطع واحدة بالطول وواحدة عليها بالعرض، زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده بقى لازم أحط طبعًا طبقة عازلة ما بينها وما بين الفخدة، يعني هاحط ورق زبدة، ومهم جدًا يا جماعة عشان طبعًا الفويل غلط جدًا إنه يلمس الأكل. بعد كده بقى هاجيب البطل بتاعنا النهارده وهي الفخدة، مش قادرة أقول لكم بقى هتطلع حلوة قد إيه، استنوا بس للآخر. أول حاجة أنا باحب أنضفها، أنا باحب دايمًا أشيل الطبقة اللي فوق دي اللي بيبقى عليها الختم. طبعًا أنتم لو يعني ربنا كارمكم بقى بخروف والّا حاجة مش هيبقى في ختم والكلام ده، أنا باشيل الختم ده كله بس ما باجورش على الدهن كله، أنا بابقى برضه عايزة نسبة كده من الدهن علشان لما تستوي فيها ده اللي بيطريها وبيخليها تحفة. شايفين باقشرها كلها إزاي؟ ولازم طبعًا السكينة تكون حامية وتخلي بالكم من إيديكم. يعني تقريبًا باشيل نُص سُمك الدهن زي ما أنتم شايفين كده، ما باجورش عليه خالص يا جماعة، أنا برضه عايزة نسبة زي ما قُلت لكم. بعد كده بقى بعد ما أخلّصها كلّها لازم أنغّزها كده بالسكينة علشان لمّا أحط التتبيلة أدخّل كده جوّه الحتت الفراغات اللي عملتها دي التتبيلة وتشرب كلّها كده من برّه ومن جوّه. كنت زمان الأول باحط كده التوم زي ما هو في الحتت الفراغات اللي أنا عملتها دي، بس أمّا ضربته مع التتبيلة لقيتها بصراحة أحسن وأسهل. جِبت بقى التتبيلة وبدأت بقى أفتح كده الخروم اللي أنا عاملاها دي، أحط فيها التتبيلة وأدعكها بقى من برّه ومن جوّه كويس جدًا. والناحية التانية برضه إحنا مش هننساها، إحنا برضه هنخرّمها ونحط عليها نفس التتبيلة اللي عملناها في الناحية الأولانية. عايزة أقول لكم بقى إن دي تتعمل من بالليل كده وتتحط في التلاجة لحد الصبح، أو على الأقل مثلًا 3، 4 ساعات، علشان خاطر تشرب من التتبيلة كده وتبقى تحفة. وكده تقريبًا خلّصناها كلّها، إحنا طبعًا بنشتغل على ورقة الزبدة اللي أنا هالفّها فيها، علشان خاطر ما أبهدلش الدنيا، هالِف بقى ورقة زبدة عليها تاني علشان أنا مش عايزة الفويل يلمس اللحمة خالص، وهالفّها بقى لفّة حلوة أوي، يعني هاكمرها، مش عايزة ولا فراغ يبقى باين من الفويل، أنا مش هاستكفى بورق الفويل ده بس، لأ أنا هاحط عليها تاني فويل من فوق، علشان زي ما قُلت لكم مش عايزاها يبقى فيها أي فتحة. وهاحطها برضه في الصينية اللي أنا هاشتغل فيها على طول في الفرن، بس زي ما قُلت لكم أنا هابيتها من بالليل للصبح في التلاجة، وبعد كده بقى هاحطها في الفرن على درجة حرارة 250 لمدة نُص ساعة، وبعد النُص ساعة الأولانية هانقّص درجة الحرارة لحد 180 هتقعد حوالي 3، 4 ساعات، 3، 4 ساعات وهتاكلوا أحلى لحمة في الدنيا. طبعًا لإن حجمها كبير، لكن لو حجمها أصغر شوية ممكن تاخد من ساعتين ل3، شايفين الدهون كلها نزلت إزاي؟ أهم حاجة بس درجة الحرارة تبقى عالية الأول وبعد كده تقللوها. وبعد كده بقى بارجّعها تحت الشواية بس 5 دقايق، الوش يحمر وبتبقى تحفة. وطبعًا كان نفسي أورّيكم المنظر الجبار وأنا باشيل العضمة كده وبتتفصص منها، بس أنا للأسف عازمة عليها ناس النهارده، فمش عايزة أبهدلها قدّامهم يعني. بس مش قادرة أقول لكم طعمها حلو قد إيه، يعني اللحمة دايبة أوي والتتبيلة كمان مديّاها طعم جميل جدًا، ولا في ريحة زفارة ولا هتحسّوا إن ده ضاني ولا أي حاجة. وجيت أشيلها يا جماعة عشان أحط الرز من تحت ما عرفتش، خُفت برضه تتقطّع، فاضطريت إن أنا أحط الرز عليها كده بس كان مغطّيها شوية زي بعض، وبعدين شوية مكسرات كده من فوق لزوم الشياكة يعني، ما إحنا مش كل يوم هنعمل فخدة يعني، يعني لمّا نعمل بقى والصرف يبان يبقى لازم ندلّع نفسنا وندلّع ضيوفنا كمان. يا رب تكون سهلة وتكون عجبتكم، والمناظر اللي بنشوفها في المطاعم دي اللي بتخلّينا يعني قلبنا بيقع في رجلينا، هنعملها في البيت وأحلى كمان. ما تنسوش تصلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات ونفكّر كلنا بعض بيها، وكمان ما تنسوش تقولوا رأيكم إيه واللايك كمان، وألف ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.